السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة طبخة مع عزيزة. اليوم شانيرة محمد الوريوش سائل. دابا ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. عندي كاس تاع الحليب دافي، كاس تاع الماء، 2 معالق كبار ديال السنيده، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال العجينة. غادي ندوب ديك الخميرة مع السنيده. درت المعلقة الاولى تاع الطحين، ثانيا المجموع عندنا 3 المعالق ديال الطحين كبار. غادي نخلطهم مزيان. هنا بعد ما خلطتهم مزيان غادي نغطيها ونخليها ترتاح 5 دقائق. هنا بعد ما ارتاحت غادي نزيد معلقة ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، 4 كاس ديال المزهر اللبانيه، وغادي نخلط كل شيء. غادي ندير شويه الملحه، غادي نزيد بيضه، درت الكاس الاول تاع الطحين، العبار ديما كاس العنبه، والكاس الثاني غنزيد خماره، كاس ثالث، يعني في المجموع 4 الكيسان ديال الطحين. كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم، وما تنسونيش من اللايك والاشتراك. ملي كنلقى شي حد دخل عندي ودار اشتراك صراحه كنفرح، والله حتى كنفرح، ما كتكفيني فرحه كما كتفرحوني. الله يجعل سيدي ربي يفرحكم. دابا بعد ما خلطت العجينه غادي نخليها ترتاح. هنا المول دهنته بالزيت ورشيته بالطحين، درت ليه اللوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي. هنا العجينه ارتاحت، غادي نكبها في المول وغادي ندخلها للفران اللي غيكون مشعول عير من التحت، درجه الحراره 160، ماشي بزاف، هي دغيا كطيب، ما كاملاش نص ساعه. هنا بعد ما خرجتها من الفران خليتها حتى بردات، عاد غادي نقلبها. هنا غندوز صايب معكم الكريمه. انا درت 3 المعالق ديال السنيده، كريمه الباتيسري درت 3 المعالق كبار، لبانيه، وعندنا السيترو د الحليب. غادي ندوب ديك السنيده مع لبانيه وكريمه الحلواني مزيان. غادي نديرها بعد ما طابت، غادي نكبها فوق البريوش ديالنا بعد ما رشيته بالسكر كلاصي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش وحسبوني اختكم وقبلوا عليا، وكاع اللي متمني شي حاجه في خاطرو الله يجعل سيدي ربي يسهل عليه. انا زينتها من الفوق بالشوكولاط، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله